وعليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الفيديو بتاعنا اللي فات ازاي ان احنا نعمل طريقتين عن طريق البرشيز ابروفل اللي موجودة في البرشيزنج الأساسية كمديول برشيز دايركت، وازاي نعمل اوتوميشن يجي اوتوماتيك للشخص الادمنستريتور اللي هيكون هو اللي هيوافق على امر الشراء اللي اكبر من قيمة معينة. طب انا بحددها له ان اكبر مثلا من سي 20,000 يأكد يأكد الاوردر الادمن اللي واخد صلاحية الأدنى عن مدير المشتريات. طيب اليوزر نفسه يقدر يوافق على الأقل من 20. في الحالة دي هنا مفيش رقابة كويسة في الحتة دي. يعني من وجهة نظري هنا ممكن مثلا لو عايز أعمل أوردرين مثلا مش هقدر أوافق على توتال أوردر ب50,000 60,000 100,000. ممكن أعمل 4 أوردرات 5 أوردرات كل أوردر ب20. فأنا كيوزر عملت أوردرات فاشتريت كتير عادي جدا. مفيهاش رقابة ومحتاج إن أنا يعني يكون فيها مور سكيورتي أكتر. مديول الابروفال اللي زي ما شفنا برضو في الفيديو اللي فات انه بحدد اللي تو يوزرز هم اللي هيوافقوا او اكتر من يوزر، طبعا على حسب ما انا عايز 2 او 3 او 4، حسب مين الاشخاص اللي انا محتاجهم يبقوا ريكوايرد ابروفال وايه الاستاتس بتاعتهم. واستفدت بانه اوتوميتد يروح له نوتيفيكيشن على السيستم وعلى الميل بتاعه انه يخش يعمل ابروفال على الاوردر ده. طيب هنا انا عايز اتكلم في حاجة تانية. هي في حالة إن الأوردر أقل مثلا من 70,000، مين المدير اللي هيوافق أو مين شخص هيوافق وأساين ده لشخص؟ وفي حالة إنه أكبر يروح لشخص تاني، لأن الستاندر بتاع أودو ما بيخلكش تقدر لأقل من قيمة معينة اليوزر العادي بيوافق عليه، إنما الأكبر بيروح للأدمن. طب أنا عايز اللي من واحد لحد القيمة الفلانية شخص يوافق، ومن القيمة الفلانية لحد قيمة تانية شخص تاني اللي يوافق. أكبر من مثلا 100,000 شخص الأدمن هو اللي يوافق. أو مثلا أقول من أقل من 1 ل60 ال- المدير التشغيلي يوافق مثلا، أو مدير المشتريات يوافق. لو أنا عاوز لو أكبر من 50 الجي إم أو الأدمنستريتور اللي يوافق. حلو. طب ده أعمله إزاي؟ ده هيحتاج بس بعض التفاصيل كده شوية إن إحنا نتكلم فيها مع بعض. أولا أنا باجي هنا كده على اليوزرز. احتاج ان انا قبل ما اعمل ده اروح هنا على الجروب بحيث ان انا انشئ جروب جديد او 2 جروب جديد او حسب الجروبات اللي انا عايز اظبطها. باجي هنا اقول له ايه، اعمل لي جروب جديد. تمام. باجي اقول له ايه النيم بتاعه، مثلا اقول مور زان مثلا 70,000. تمام. واقول له سيف. تاني حاجة هقول له less than 70. حلو جدا. بعد كده هقول له ايه، سيف. يبقى انا كده اول حاجه بعملها بعمل الجروبز بتاعتي. ليه؟ لان انا هنا لما باجي على مديول المشتريات حته كده خاصه بالتفاصيل، ودخلت هنا وجيت على الاستوديو وقلت له انا محتاج اعمل ابروفر على كونفيرم بوتون ده. هاجي اقول له هنا اد ان ابروفر ستيب، واقول له مين الابروفرز اللي هيوافق. انا هقول مثلا لطفي ربيع، وهيكون واخد الجروب اللي هي مورزان. تمام، مورزان 70. وهقول له هي نوتيفاي برضو، انا اقدر اخليه يبعت له نوتيفيكيشن. وهقول مثلا get approval from manager. حلو. واقول له هنا حط لي condition. تمام، set condition on rules. طب ايه الكونديشن يا عم؟ انا هاجي هنا اقول له التوتال لما يبقى اكبر من 70,000. جميل. واقول له confirm. طيب انا محتاج اضيف كمان ابروفال تانية واحط كونديشن تانية للي لسه اقل من 70. فانا هاجي هنا اقول له اد ابروفال تانية، واقول ابروفال مثلا هيروح على برشيز مانجر. هياخد الجروب انهي؟ هقول له مثلا الليس.
قال لك أهو less than 70. إن اليوزر هينوتيفاي إيه البرشيز مانجر. الديبريشيشن الديسكريبشن أقول approval. تمام. أقول له هنا الكونديشن بتاعتي إنه التوتال هيكون أقل من. طبعا بقى هنا في الحالة دي ممكن أعمل بتوين وتفاصيل، ممكن أحط أكتر من كونديشن حسب الكونديشنز اللي أنا عايزها. تمام. ممكن أحدد بقى، يعني أقدر أغير وأحدد في مين البروجكت اللي أنا هشتغل عليها، والبروجكت ده هيبقى أنهي مدير بروجكت مانجر البروجكت ده مين. أضيف طرق كتير هنشوفها مع بعض الفترة الجاية. أول مثلا إن التوتال ده هيبقى لس ذان 70. حلو. وأجي هنا أقول confirm. أنا كده عملت الأبروفل وعملت الجروبس وعملت التفاصيل بتاعتي، صح؟ طيب، وحطيت الكونديشن وكل حاجة. لسه إن أنا أروح على setting، أقول إن اليوزر الفلاني. تمام. أما أروح هنا كده على المانجر هياخد الليست. أنزل تحت كده هلاقي إنه في هنا عندي حاجة اسمها مور وحاجة اسمها لزان، دي الجروبات اللي أنا عملتها. أقول له لزان 70. تمام. على اليوزر بتاع المانجر، وأروح على اليوزر بتاع الأدمن، وأقول إن هو هيبقى في حالة أكبر من 7. تمام كده. طيب، أنا كيوزر عادي جدا أروح كده هنا، ده كده هنا الإيه تقريبا اليوزر أهو هدخل بيه. لا واخد لس ولا واخد مور، هو ينشئ. أنت مالكش علاقة، أنت تنشئ بس. تيجي هنا تقول والله إيه، أنا هشتري، عايز أشتري من الفندور الفلاني الحاجة الفلانية بمبلغ مثلا 50,000، أو أيا كان الرقم، مبلغ أقل أو أكبر. أجي هنا أعمل سيف. تعالى يا عم أبروف. والله ولا تعرف تأبروف ولا أيا كان. شكرا. أنت آخرك تكريت كيوزر. فأنا هنا قال لك اداك نوتيفيكيشن أهو أن أبروفال از ميسنج. وتقدر ده اوريدي اوتوماتيك راح على برشيز مانجر ان هو ايه يوافق ليه، لانه اقل من 70. وده نوتيفيكيشن اوتوماتيك. اوكي. فانا لو طلعت كده ودخلت بالادمن مانجر يعني، هعمل لوجن. هلاقي انه البرشيزنج اهو جاي لي هنا نوتيفيكيشن برضو بالبرشيز، والجراند ابروفل بتاعتي اهي. هلاقي انه اقدر هنا اعمل كونفيرم. انا كبرشيز مانجر عملت كونفيرم على الاوردر واداني التفاصيل بتاعتي. حلو. طيب، لو في حالة ان الاوردر، حتى لو انا مانجر، حتى لو انا مانجر الاوردر باكبر من 70، في الحالة دي انا لازم آه ال- الادمن هو اللي ايه يوافق. انا هاجي اعمل هنا كده سيف اهو، لان الاوردر اكبر من. وراجي هنا اعمل كونفيرم. انا مش هعرف اكونفيرم لان انا مانجر، رغم ان انا مانجر برشيز مانجر، بس ايه الاوردر اكبر من 70. في الحاله دي لازم اروح على يوزر الادمن او الادمنستريتور او الجي ام جنرال مانجر، واروح على البرشيزنج بتاعتي، او اروح على النوتيفيكيشن اللي جات لي واضغط عليها. الاقي هنا الاوردر اهو اللي اكبر من 70. في الحاله دي اقدر ان انا اعمل ايه فيرم، يقدر ان هو يراجع ويشوف التفاصيل والبيانات وهكذا. وبكده ان احنا نكون شفنا ازاي نقدر نعمل ابروفل خاصة باكتر من يوزر حسب الصلاحية اللي انا بكون او كونديشن اللي انا حاططها، وازاي استخدمت الابروفل في السيستم. شكرا لكم، يا رب تكونوا استفدتم، ودعواتكم لينا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.